ناس كتيرة بتسكت فجأة أو تقول لك بس خلاص. عارفين شعبان عبد الرحيم لما كان بيخلص أغانيه بس خلاص؟ نفس القصة كده. مهم جدا إن أنا أبقى فاهمة ومرتبة ومحضرة النهاية بتاعة القصة بتاعتي. ليه بقى؟ لأن إحنا لما بنقول للجمهور بتاعنا اتفضلوا معانا على الطيارة أو البساط السحري وأخدناهم معانا وطرنا طرنا 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 طرنا، مهم جدا زي ما طيرتهم أنزلهم لغاية الأرض بسلام. يعني ما ينفعش أبقى طايرة فيهم وبعدين فجأة أروح عاملة تش. عارفين كده؟ أكيد حصل لكم ده في يوم من الأيام، تبقوا بتتفرجوا على مسلسل أو فيلم أو تقروا كتاب وبعدين فجأة تلاقوا إنه النهاية حصلت وأنتم مش فاهمين هي حصلت إزاي، وتبصوا لبعضكم كده هو إيه اللي حصل؟ عارفين الإحساس ده؟ هي دي نفس القصة. دايما بتكلم في فكرة إنه في أي قصة بيبقى فيه أحداث تصاعدية، ومهم يبقى فيه أحداث تنازلية. الأحداث التصاعدية يوجولي بتطلع لغاية الكلايمكس أو ذروة الأحداث، أما الأحداث التنازلية بتاخدنا لغاية ما نوصل لنهاية القصة. ومهم جدا أنزل الجمهور بتاعي أو أوصل الجمهور بتاعي للنهاية بتاعة القصة بسلام، أعمل لهم الكلوجر المظبوط اللي يديهم الراحة أو يحسسهم إن هم القصة خلصت على فكرة. ومهم جدا زي ما أخدنا الجمهور معانا جوه القصة إن إحنا نخرجهم منها بسلام.